ما ينفعش الدلع وتبقي محرجة ومش عارفة ارد ومش عارفة اقول ايه. ما ينفعش. لازم تفهمي ان المرأة كائن جميل ومغري اصلا بطبعه. فالراجل كده كده مخه بيبقى في مخ عادي بيفكر، ومخ تاني بيتحول لكائن تاني خالص، بيتحول ثعلب، بيتحول حيينة، بيتحول يا حبيبتي، بيبقى شايفك كده بعين تانية خالص. ها، استخدمي تو ايز، العين الكريتيكال، لا شايفه راجل عادي، بعدين شايفه كائن بيتحول، راجل وكائن. اتعلمي ان انت الاثنين دول تستخدميهم في نفس اللحظه. You are not obligated to answer. You're not obligated to ان انت تكوني مكسوفه مش عارفه ارد. انا مش داخله شمال في الرجاله، انا بنصح بناتك اساسا، بنصح اختك ولا صاحبتك ولا الناس اللي هي البنوته. انا نسيت ان في بنوته لسه كده، نسيت ان في بنوته رقيقه جميله حلوه ما بتعرفش ترد. صاحبتي مثلا، ما هو انا ما بيحصل لي، انا ما برتبش حاجه، ببقى قاعده كده ويطلع بوم في وشي يحرق لي دمي. وزي اختي الصغيره هي عندها 22 سنة وبنوتة مصرية وجميلة وحلوة ونعومة وبتاع، من النوع اللي بيبتسم جدا واللي هو ما بتكسفش حد وحاجة كده. وبحكم عيشتها وتربيتها في أمريكا زيادة قوي يعني، بزيادة يعني. المهم اتعرفت بشخصية عربية في كافي لاونج. تبادلوا الفيسبوك، بعديها ازيك عامله ايه فينك اخبارك مش عارفه ايه، اتربطتي والله كويسه الحمد لله. اصل انا دلوقتي قاعده مع صاحبتي بنتعشى في ريستوران اسمه كذا. طب خلاص انا جايلك. انا قاعده معاها هاديه وضغطي واطي وبنتفرج على فيلم وشاربين السموذي قدامي ساعتين وانا قلبت الترابيزه. because what she's doing right now ممكن يوديها في 60 داهيه in the future. First of all, he had no damn respect to her privacy. هو معجب بيه وعايز يشوفها، بس الحوار اللي حصل ده، واسالي اي راجل هيقول لك لا ده كده مش محترم خصوصياتك. انا لسه ما ينفعش ينط زي الباراشوت. اللي ينط لك زي الباراشوت مثلا جوزك حقه، الباقي بقى ما لا مش حقك. انت تستأذني الاول. افرض انا قاعده مع صاحبتي موضوع شخصي، عايزه استجم اي يعني اللي هو حاجتي حياتي حقي كياني، انا بني ادم وليه كيان وليه اراده وليه حريه وليه كل حاجه في كل حته. ده احنا اساسا احنا باك بون اوف ذا سوسايتي، احنا ظهر السوسايتي، احنا اللي بنزق السوسايتي اصلا لما بتظبط. احنا علينا حمل تقيل اكتر من الرجاله بكتير. believe me. you have so much shit to take care of. واحدة تانية تقولي المهم ده في الموقف ده كنت اعمل ايه، تقولي لا بعد معلش you didn't even ask, no excuse my privacy, no bro, I'm hanging out with my friend, you can't just show up like that. it's completely ولا هيزعل ولا بالعكس ما بيزعلوش. بس مش عايزه احرجه، ما بيزعلوش ما بيتحرجوش ما بيحسوش. افهمي، هما بيحبوا الحاجه الصعبه اساسا. they're hunters. they like بيحس بالرجوله كده، بالرجوله انه راجل. اديله الحق انه يحس انه راجل لما يلاقيكي كده ايه يعني اللي هو لا ده انتي صعبه وفي حياتك وكيانك ويعني مش سهل كده. they like that shit even before marriage. there's a little game كده بتتلعب. انا بكرهها بصراحه بس يعني هي بتتلعب naturally بحكم الايفولوشن، بحكم السيكولوجي بتاعتهم اللي ربنا خلقهم بيها. بيبقوا عايزين حاجه كده لا في حالها فريسه، في حالها كده حلوه وغندوره، غزال في حاله وفي الغابه بتاعته وبتاع، وانا احاول بقى ايه هانت. okay don't be so easy please. if you have a boss. واحده تانية، واحدة غير بقى لو صاحبك يعني زي اخوكي اللي هو اصدقاء دول، حبيبي انت فين عمل ايه وحشني عادي يعني. لكن لو حد في كده لا، ما don't go after the guy ever or don't let him come to you super easily. وما تقعديش تستني حد. المفروض المرأة الصالحة هي اللي بتبقى هدية للراجل. okay work on yourself وخلاص. مملكة نفسي، ملكة نفسي، مشغوله في مليون الف حاجه. احنا من اول يعني احنا عندنا حاجات كتيره ممكن نبقى مشغولين فيها. احنا لو قعدنا بس نشتغل في دول كده وفي دول وفي ده وفي الجو ده حلو، هي حاجات يعني ما تبقاش اوفر برضو، بس المهم لو قعدنا نشتغل فيها طول اليوم اليوم هيعدي. تخيلي بقى لو بتستثمري في دماغك ولا بتستثمري في صحتك ولا في مشروع ولا كارير ولا كده. لا 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 لا، ما تبقيش قاعده مستنيه الراجل وكده خالص. ever never think that way. I mean لو أهالينا عايشة أو يعني ال old school parents are all about هنجوزك امتى. take that mindset out of your head.
I need to do something اول في حياتي، ابقى حاسه ان انا حاجه كده، وبعدين اللي يجي ما يجيش سيبيها. واحده تانية الباص بتاعها في مصر، ودي محجبه، عكسها في ايميل، وعكسها في مسج، وعكسها حاجه كده يعني بيمسك ايديها. انا عارفه الحركات الوسخه دي اللي هو مش بيسلم كده، لا بيقوم مسلم بقى، مسلم. عارف انا على الدماغ على طول. don't do it of course، مش في ساعتها يعني برضو تفتحي الراجل وتروحي في داهيه. but don't tolerate that shit. You can report him، تفضحي امه وتجرسيه. yeah, oh hell yeah. or at least resign from that job. if your boss is gonna harass you، لو الباص بتاعك هيعكسك وهراس يو والكلام ده وانت يعني محتاجه الفلوس فعلا، لا سيبيها عشان رزق لله، وربنا هيعوضك عشان تحافظي على نفسك، ما تجرحيش نفسك. I'm dead serious. This is really serious. I'm not even talking about sexual harassment. انا بتكلم على المعاملات بين الناس. even the upper class guys. ما انا كنت في مصر وبنروح الاماكن اللي هم بتوع الابر كلاس دول بيروحوا فين؟ جونة والتجمع والزمالك، الحتت اللي هي بتبقى كده فافي قوي، واد فافي ولابس البدله وعامل متغندر وعامل نفسه طاووس، والسيجار وارض تهدم عليكي قدي، مفيش زيي ومفيش في دماغي. he has his classy approach to you. okay, don't give him a chance. ممكن تديله chance انه يحترمك ويقدرك، ويجيب him a chance ان هو لا انا هتعوج في الكلام وهتدلع وهتقصع وخلاص، دماغه التانية اللي هتشتغل مهما كان بقى انسان عظيم ولا شيخ ازهر ولا رئيس جمهورية، ده بني ادم. you need to understand how to talk to men. be assertive, serious، تتعامل كده زي الراجل اللي هو دماغ راجل. serious facial expressions. yeah, that matters. العينين المسنكحة دي انا كنت بشوف عيون، لا 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 يا بت، انت مش هرتيه، انت كلتيه، انت يخرب بيت البجاحة. please do it, apply it seriously, be serious. هيقولك انت ايه ده، انت مالك ذكر كده ليه، ولا انت قالت لي من يوم مالك ذكر، مالك ما تعرفيش تدلعي، ما تعرفيش. هو انا بتعامل معاك بنتفاهم المخ. ايه اللي جاب الدلع دلوقتي في اي حاجه؟ لما نخش مرحله الدلع هتدلع يا عم، انت ما تعرفش، اصبر على رزقك. لكن دلوقتي احنا بنتكلم مع دماغ لدماغ، اساسا المنظر لوحده ممكن كده، فانا بحاول اصد المنظر باسلوب كلامي. alright، so مش هيقول عليكي فولجير ولا هيقول عليكي شرشوحه ولا اي حاجه من الحاجات دي، because you're not gonna have to do that unless it's the right time for it. you just talk serious, firm, assertive، عارفه وضعك ايه وكلامك ايه، وهيحترمك على هذا الاساس. اوكي، ولو بعد الشر في تجاوزات نبدا بقى من لا ما ينفعش كده، بعد اذنك تاخدي اول حاجه تاخدي نفسك وتمشي، او ما ينفعش كده، لا بعد اذنك كذا. don't do that or just give that serious face. او ممكن بقى نخش بقى على ايه التاني بقى، المرحله التانية ان هو جرايب روح امك، حسب بقى حسب انت فين، او باللي في رجلك مثلا. I mean it, I freaking mean it. هاتي بتاع اللي هو السبراي ده، or if you're in a serious kind of scenario, I mean maybe you have a gun or something, I don't know. You really need to learn ازاي تبقي راجل نفسك وانتي حلوه ومزه وفورمه وغندوره وكل حاجه في الحاجات، بس تتعاملي serious especially مع الرجاله، especially الشرق الاوسط دلوقتي يا عيني، او مصر، مش بيتجوزوا بسهوله، ففي كبت. اتجوزوهم يا جماعه، لازم تتجوزوا بسهوله، تعاملوا بقى وتفاهموا مع الاهالي ولا حاجه عشان حقهم ان هم يتجوزوا. في كبت كتير قوي ذريع اساسا، وفي ثقافات مختلفه، وفي عيني حاجات كتيره قوي، عوامل كتيره هتخلي اللي قدامك لا. be careful. الموضوع ده فعلا stirs a lot of fire in me and it gets me very aggressive. خلي بالك من نفسك. سلام.